اللي في البوليس، اللي في الجندرم، اللي في القضاء، واللي في واللي وكاله ولا هذا، وجلسناهم على هذا. إيه، في هاد البلاد ما بقاش المشكل في شي تسجيل خراج ولا في شي صوت تسراب، المشكل في العقل اللي تدرب على انه يسمع بلا ما يسول، ويتفرج بلا ما يحاسب، ويطبع مع هاد الخطر حتى كيولي عادي. اللي واقع ماشي فوضى، هذا نظام ديال الفوضى مبني بعنايه، بحال قلتو متغدي بواحد السكات ومتحصن بلا سؤال. منين كيخرج واحد الصوت اللي هو خطير كتسكت الدوله وكتسكت المؤسسات، وكيبان القانون بحال هذيك الزواقه على الحيط. الرساله ما محتاجاش ترجمه، هاد الضجيج مسموح، وهاد الفوضى نافعه، وهاد الحقيقه خاصها تبقى ناقصه. التسريبات اللي كتسرب بهاد الدقه ما كيجيوش من الفراغ، كيجيو من واحد المنظومات، من وصول، من حمايه. واللي كيهضر قدام الكاميرا ماشي هو مول السر، لا، هذاك غير الفاتشه، الواجهه اللي كتستعمل باش تبقى الليد الحقيقيه مخبيه. واش باش الرساله تدوز بلا ما شي جهه رسميه تحاسب، ولا هاد اللعب ما كيدارش بلا سبب؟ كان دائما واحد الطرف رابح من كل تسريب، وكان دائما توقيت خدام، وكان دائما صمت اللي هو محسوب، وما كاينش واحد الصدفه اللي كتعاود بهذا الانتظام هذا. الدوله ما كتفشلش ملي كتسكت، لا، حتى هي كدير السياسه ديال السكات هنا ماشي ضعف، السكات راه سلطه، والقوانين موجوده، ولكن تطبيق انتقائي. كيضربوا بالقانون ملي بغيو، يحبسوه ملي ما يخدمش المصلحه، و كيتبنى واحد بحال قلتوا واحد المسرح اللي هو كبير، ضجيج، كيشعل الناس، صدمات كتستهلك الانتباه، قرارات كدوز من اللور للور بلا نقاش، تسجيل كيولي حدث، والمصدر كيولي ما بقاش مهم، والنتيجه القانون كيخرج من اللعبه، والوعي كيتهرس. ومع الوقت راه كيتخلق واحد المواطن جديد، مواطن كيشك في كل شيء وكيثق في اي حاجه وكيتعود على الغموض، وكيولي الصوت عنده اقوى من اي حقيقه عنده. الواجهه كتولي صدق من المؤسسه، والتسريب كيوضح اكثر من البلاغ. هذا التحول ماشي بريء راه مصنوع، وكيحضر مجتمع قابل للتوجيه، قابل للتهييج، قابل للتشتيت، مجتمع كيستهلك الصدمه بحال الجرعه، وكيطالب هل من مزيد. شاهق، زفير، عادي على انك تدوروها في دماغكم ودماغكنا بيان سيغ، وتخليوها واضحه بلا زواق. الخطر ماشي في هذوك لي زوديو اللي كيطلع بهم ولد فاتي ولا ولد نعيمه ولا اللي معاهم اللي في كندا ولا اللي بينو بين. الخطر كاين في النظام اللي عطاه الحياه، الخطر كاين في الدوله اللي كتخلي السكات يخدم اكثر من القانون، وكتخلي الفوضى تولي حتى هي وتخلي السؤال الجريمه ماشي معلنه. منين كيولي الصوت بلا اصل، المحاسبه بلا وجود، والوعي بلا بوصله، راه المستقبل كيتكتب بالضباب. تسميوه تحليل، تسميوه موقف، هذا ماشي راي، هذا راه تشخيص، وماشي غوات ولا كريتيك ولا شي حاجه. هذا كونانا ضد التطبيع مع اللاسؤال، وضد قبول هذه الفوضى اللي كتقدر وكتعول على انها تحول القانون لديكور. اللي باغي يفهم راه الفهم قدامه، واللي باغي يسكت راه السكات ولا جزء من المشكل. مح على لوبي.